مغارة عجيبة جدا تجعل المتأمل وتجعل السائح يقف على كثير من الأفكار ومن كثير من المحطات التي يستشعر فيها سبحان الله تنوع الطبيعة وتنوع أيضا المناطق. وبالمناسبة حتى لا أطيل، حقيقة أنا أشكر جميع القائمين على المسابقة الوطنية لتجويد وترتيل القرآن الكريم، ونتمنى أن تكثف مثل هذه المسابقات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا القرآن، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويقول سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الجبل، ذلك الجماد الذي لا ينطق بشيء، ومع كل ذلك لو نزل عليه آي الله سبحانه وتعالى للان له، فما بالنا نحن البشر لا تلين قلوبنا لذكر الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والله الموفق المستعان. وبارك الله فيكم. السياحية المنظمة في تابعة لمسابقة الوطنية لحفظ القرآن لتجويد القرآن الكريم بولاية تلمسان. صراحة المناظر هنا جد خلابة، الطبيعة الجزائرية تزخر بأماكن رائعة تفوق الخيال، يعني حتى تقدر تقول لا حاجة زعما باش تروح تشوف خارج الوطن. في جزائرنا أماكن لم تكتشف بعد، وربما إذا اكتشفت لا تولى اهتمام كثير من طرف الناس، وهذا خطأ كبير. بلايصنا بزاف شابين. نشكر كل القائمين على هذه المسابقة. أول شيء كان الهدف هو التسابق والتباري في كتاب الله، لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم التقينا بأناس من كافة ربوع الوطن، وكونا صداقات وكونا علاقات معهم، وإن شاء الله تدوم وتدوم. والشيء إذا بني على أساس صحيح فإنه لا ينكسر، فما بالك إذا كان هذا الأساس هو كتاب الله سبحانه وتعالى. أشكر كل القائمين، كل من نظم وسعى من أجل هذه المسابقة، شكرا جزيلا لكم. نلتقي في طبعات أخرى إن شاء الله.
المجمع تاع سيدي بومدين. المجمع مبني في 1339 من طرف الدولة المارينية، واللي بني يسموه أبي الحسن عبد الله علي ولد أبو يعقوب المنصور. المجمع فيه القبة تاع سيدي بومدين، فيه المسجد، فيه المدرسة القرآنية، وفيه قصر تاع السلطان.